شكرا جزيلا يا مجدي. يعني طبعا حسن واضح انه نحن لا نتقيمه. لا يا كابتن، هو مش عمليه لا نتقبل الهزيمه. يعني قبل طلع معانا اكتر من مره، وكان بعد تعادل وبعد مكسب، وكنا بنتكلم وبنشيد بيه، بنقول ان ميدو يعني كسبان خسران بيطلع يتكلم في الاعلام. صحيح. ودي حاجه، لكن ممكن تكون في ظروف حصلت هناك. احنا ممكن من اللقطه دي يبان ايه اللي حصل بعد المباراه. يعني ميدو سوري في الكلمه ملوش الحق ان هو يخش يكلم اللعيب بتاع المصري او اللعيب الواقع، او حتى يطبطب عليه او يقومه لان ديت برضه بتثير احنا شكوكنا. اللي بيشوف اللقطه من غير ما يعرف هو ايه اللي اتقال، واخد بال حضرتك؟ نعم. عندنا، لكن هو ميدو في كل الماتشات بيطلع يتكلم مع الاعلام، بيتكلم معانا بغض النظر. طبعا بغض النظر عن انا بتكلم على اللقطه دي تحديدا. بس هي اللقطه يعني دي اللي عملت اللي بتخلينا احنا نفكر ايه اللي حصل او بالزبط. ايه اللي اتقال او وربما هي اللقطه دي ان احنا ما بنتقبلش يعني الهزيمة. اللعيب متنرفز، دومينيك متنرفز ان الزمالك ازاي مغلوب، عاشور ادم ربما، بس في اطار كره القدم. بس هو الشوط الثاني يا كابتن يعني اللي احنا شفناه كلنا، ولو فرص بتاعت الزمالك يجي 6 فرص انا كاتبهم الفرص الحقيقيين. نعم. يعني انا كاتب 6 فرص حقيقيه. نعم. عارف حضرتك للزمالك كرة مش عاوزه تخش. نعم. عارف ازاي؟ دي برضو بتخلي يعني ممكن الواحد